اهلا بكم في حلقه جديده من برنامج عشاق السيارات. النهارده باذن الله هنتكلم عن صيانه من الصيانات المهمه جدا والخطيره جدا واللي الناس بتستسهلها، الا ان هي ممكن تكلفك الافات كتير وممكن تزعلك جدا 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 لو اتعملت غلط بسبب تكات فنيه صغيره قوي بقع فيها اغلب الفنيين اللي بيغيروا زيت الفتيس. احنا النهارده هنتكلم عن تغيير زيت الفتيس الاوتوماتيك بالفلتر بتاعه. هنتكلم النهارده عن فتيس الاربعه غيار، لان فتيس الاربعه غيار اللي بنقدر نغير لها الفلتر بتاعها. الفتايس الست غيار بيبقى الفلتر داخلي مش بنعرف نوصل له الا اذا حلينا الفتيس. فالنهارده هنتكلم عن فتايس الاربعه غيار وهديكم نظره عامه على غيار زيت الفتيس. طيب ايه الحاجات اللي بنخلي بالنا منها لما نيجي نغير زيت الفتيس؟ رقم واحد ان انت لازم تكون عارف نوعيه الزيت بتاعك، درجه اللزوجه بتاعته كام، لان ده بيفرق جدا في اداء الفتيس. وتاني حاجه الكميه، لان الكميه برضه لو زايده او ناقصه بتضر الفتيس جدا وبتزعل الفتيس في النقلات بتاعته. نعرف المعلومه دي منين؟ بنجيب كتالوج العربيه بتاعنا وبنفتحه على الصفحه بتاعت الزيوت ونبص هنا. طبعا زي ما احنا شايفين هنا مكتوب هنا المانوال ترانزميشن والاوتوماتيك ترانزميشن، تمام؟ هنبص هنا على الاوتوماتيك بتاعنا، الموتور ال 1.6 هنلاقي هنا ان هو بياخد 7 لتر، يبقى دي الكميه الاجماليه لزيت الفتيس 7 لتر. طيب النوعيه بتاعته ايه؟ هنلاقي هنا النوعيه مكتوب هنا ATF SB3. ATF دي اختصار لبرضه اوتوماتيك ترانز فلويد، تمام؟ SB3 دي درجه اللزوجه بتاعته. يبقى احنا هنا لازم نجيب الزيت بتاعنا يكون درجه اللزوجه المظبوطه وفي نفس الوقت الكميه المظبوطه. احنا قلنا هو بياخد 7 لتر، اغلب الفتيس بتاخد 8 لتر. طيب احنا ليه هنغير نص الكميه؟ لان الفتيس احنا مش بنقدر نوصل الا لنص الكميه بس اللي بتبقى موجوده في الكارتيره بتاعت الفتيس تحت. انما النص الثاني بيبقى ورا تورك كونفرتر ما بنقدرش ان احنا نغيره الا بطريقه بيبقى فيها خطوره شويه، ان احنا بنحل الراجع بتاع الريلاتير، راجع تبريد الزيت اللي بيعدي من الريلاتير بتاع الفتيس، وبنبدا ان احنا ندور الموتور 30 ثانيه فبيعمل دوره كامله واحنا بنزود زيت من فوق وبناخد الزيت من الراجع. فاحنا كده غيرنا الزيت كله، ولكن طريقه خطيره ومش بفضلها ولا بحبذها. الطريقه اللي انا بحبذها ان احنا كل 40,000 في العربيات اللي بتستخدم استخدام عادي، كل 30,000 في العربيات اللي انت كيك داون كتير وبتجري وبترقص وبتسابق، نغير زيت الفتيس. كده هيبقى باستمرار معانا الزيت كويس طالما انت بتغير كميه مظبوطه، نوعيه مظبوطه، وكل فتره محدده. طيب الزيوت بتاعت فتايس الاوتوماتيك هنلاقي هنا اول زيت اللي هو ال 220 او ما يعادل الدكسترون 2. زي هنا كده هنلاقي مكتوب ايه؟ 2 دي. كل شركه بتسميه بالمسمى بتاعها او بالرقم بتاعه، ولكن في النهايه احنا قلنا دكسترون 2، قلنا 220 في الموبيل، ايا كان يبقى ده من الفئه الثانيه. الفئه الثانيه دي اللي بتمشي على الفتايس القديمه اللي هي زي فتيس النوبيرا، زي فتيس اللانوس. طيب المرحله اللي بعد كده اللي هو 320 او ما يعادل الدكسترون 3، زي هنا مثلا في الشيل يعني مكتوب هنا ايه؟ اس 3، تمام؟ دي بتبقى للفتايس الاربعه غيار، العربيات اللي هي العاديه بتاعتنا بقى، اللي هي اغلب العربيات اللي احنا راكبينها، اللي هي اللانسر، البوما مثلا، الهيونداي الانترا، السيراتو الشكل القديم ال 2010، تمام؟ كل الفتايس الاربعه غيار دي بتاخد اس 3. طبعا احنا هنا مثلا معانا زيت التوكيل، زيت التوكيل هنا مكتوب برضه اس بي 3، وهنا هنلاقي اي في، وهنا هنلاقي في اي. نعرف معناهم ايه؟ معناهم ان دي حروف الارقام باللغه اللاتينيه. لما نيجي نترجمها انجليزي هنلاقي دلوقتي ظهر جدول عندك على الشاشه بيبين لك كل زيت والرقم بتاعه لاتيني والرقم بتاعه بالانجليزي، تمام؟ يبقى احنا كده عرفنا نوعيات الزيت. طيب الخطوه اللي بعد كده ايه؟ عرفنا الكميه، عرفنا النوعيه. بعد كده واهم نقطه واخطر نقطه في غيار الزيت ان انت ما تغيرش زيت الفتيس سواء اوتوماتيك او مانوال الا والفتيس بارد جدا والعربيه بارده ثلاجه. غير كده انت بتاذي الفتيس. ليه؟ قلب الفتيس عامل زي بالظبط قلب الساعه، تروس ناعمه كتير ورا بعض. التروس دي تخيل لو هي بردت بسرعه ايه اللي يجرى لها؟ نفس اللي بيحصل بالظبط للطنبوره بتاعت الفرامل. طنبوره الفرامل لو هي سخنه، لو احنا واخدين مشوار جامد ورحت جاي غسلها مره واحده بميه بارده، ايه اللي بيحصل؟ الطنبوره بيقولوا انها بتقفع او بتعمل ريجه، السطح بتاعها ما عادش يبقى مستوي. ليه؟ لان البنيه الجزيئيه بتاعه الحديد ما بردتش بنفس السرعه، فالجزء اللي برد واللي سخن ما بردش بنفس المستوى، فيبدا ان هو يعرج، يبدا ان السطح ما عادش يبقى مستوي، يبدا ان هو فيه تعريج.
نفس الشيء بيحصل للفتيس الاوتوماتيك. احنا مش هنغسله بميه، بس مجرد ان هو فيه زيت دافي وانت رحت جاي منزله معرضه للهواء البارد، انت كده عملت فيه مشكله. حطيت فيه زيت بارد وهو سخن، انت كده كبرت المشكله بزياده. تيجي تبص تلاقيه بعد ما غيرت الزيت بدا الفتيس يعض معاك، تساوي مانوال اوتوماتيك. ليه؟ بسبب الغلطه دي. خلي بالنا قوي، لازم اقل واجب 4 ل 5 ساعات تكون العربيه واقفه وانت فاتح الكبوت عشان تبرد كويس جدا. ويا حبذا لو كانت على بيات، لو كانت العربيه بايته قمت الصبح غيرت زيت الفتيس، تمام؟ يبقى احنا كده ايه؟ ده درجه حراره الزيت. ثالث حاجه الجوان بتاع الكارتيره. احنا جينا دلوقتي حلينا الكارتيره عشان نوصل لفلتر زيت الفتيس اللي لازم يكون اصلي. اتاكد قوي ان هو يكون اصلي، لان القطعه جوه الموتور مش هتعرف تغيرها كل يوم، فلازم تجيبها اصلي. طيب حلينا الكارتيره لها جوان في اغلب العربيات. لو لها جوان انت هتغير وتجيب جوان جديد اصلي برضه، وتقفل كويس بالطريقه اللي احنا هنشوفها باذن الله في اخر الفيديو عملي ازاي نقفل بحيث ان هو ما يجيبش زيت معانا. طيب احنا جينا الفتيس او الكارتيره حللناها لقينا ملهاش جوان زي العربيات الهونداي والكيا الجديده ملهاش جوان. هنعمل ايه؟ هنعمل لها جوان سيليكون. الجوان السيليكون ده بقى مشكله كبيره جدا لان بيقع فيها اغلب الفنيين، اللي هي عباره عن ان هو بيروح جاي مالي الجوان سيليكون ويتوصى بيك قوي وانت تفرح، يجي يقفل تلاقي السيليكون خارج لبره وداخل برضه لجوه. زي ما هو خرج او بظ لبره هو دخل برضه لجوه. اللي دخل لجوه ده بقى المشكله الكبيره بتاعتنا. ليه؟ مع السخونيه، مع الجري، مع ضغط الزيت، مع دوران الزيت جوه الفتيس، تلاقي ان القطع من السيليكون دي راح توقع جوه الزيت. وقعت جوه الزيت بقى تسد النوف، تسد السولنايد، تسد مجاري الزيت اصلا جوه الفتيس. عملت مشكله. تيجي تلاقي الفتيس ما عادش بيقبل غيار، بقى بيعض، بقى بيعمل مشكله. بسبب ايه؟ بسبب السيليكون الزياده ده، فنخلي بالنا منه. اخر حاجه واهم حاجه برضه، في مغناطيسات بتبقى صغيره كده قويه قوي، المفروض انها بتبقى في قلب الفتيس دي علشان تلم براده الحديد او التآكل. البراده اللي بتبقى تآكل بدل ما تجري جوه الزيت وتقعد عامله زي الصنفره تقعد تاكل في قلب الفتيس كله، لا بيروحوا جاي المصنع حاطط لك مغناطيسين تحت. المغناطيسين دول عشان يلموا البراده دي. الصناعيه بيروحوا جايين شايلين المغناطيس ده وحطوا على الفلتر. مشكله كبيره جدا لان انت جمعت كل الرواسب دي جوه الفلتر، مع الوقت سديت الفلتر، ضريت الكمبيوتر بتاع الفتيس لان انت سخنته ما عادش بياخد تبريده كفايه. خلاص؟ لا، المغناطيسين دول زي ما هنشوف باذن الله في الجزء الثاني بتاع الفيديو، المغناطيسين دول بيبقوا تحت راكزين في الكارتيره تحت علشان ما يعملوش معانا مشكله. اتفقنا؟ يبقى دي النقطه الاساسيه. طبعا احنا الجزء الاولاني نظري، الجزء الثاني من الحلقه باذن الله هنشوف فيه كل حاجه عملي ونراجع الخطوات دي مع بعض، وفي اخر الفيديو باذن الله هنعيد الخطوات دي مع بعض. هنقول 1 2 3 الغلطات اللي بنقع فيها نخلي بالنا منها، 1 2 3 نشوفها مع بعض باذن الله. اشوفكم في الجزء الثاني للحلقه، الجزء العملي بعد. بصوا احنا هنا زي ما احنا شايفين بقى الغلطه اللي احنا قلنا عليها بتاعت السيليكون اللي خارج بره ده. شايفين السيليكون ده عامل ازاي؟ هو هنا الجوان متقفل سيليكون، الجوان متقفل سيليكون اهو، وطبعا السيليكون ده خارج لبره زي ما احنا شايفين اهو. شايف التقطيع بقى، الحاجات اللي بتقع في ايدي دي. فتخيل ده بقى في الزيت مع السخونيه جوه بيعمل ايه؟ طبعا بيروح واقع وجاري جوه مجاري الزيت جوه، يبدا ان هو يسد لك الفلتر ويسد لك مجاري الزيت، وممكن يخش في البلوف يسدها ويعمل مشكله كبيره. شايفين؟ ده بقى السيليكون الزياده اللي احنا بنتكلم عليه. ده العك بقى ايه؟ اللي هو الغلطه اللي بيقع فيها الناس من غير ما تاخد بالها او بدون قصد يعني. تمام؟ طبعا احنا هنبدا دلوقتي هنفرغ الزيت القديم اول، هنفك الطبه دي وننزل منها الزيت القديم، وبعد كده نرجع نحل المسامير دي عشان نحل الكفر ده، ونلاقي من تحته الفلتر بتاع الزيت اللي احنا هنغيره ان شاء الله، اللي هو فلتر زيت الفتيس. طبعا الفتايس الاربعه غيار بس هي اللي بقى لها فلتر. الفتايس السته غيار الفلتر بتاعها بيبقى داخلي، ما بينفعش يتغير غالبا في اغلب الفتايس الا لما يتحل الفتيس، لان بيبقى جاي واقف. انما هنا علشان هو تحت فبياخد الوسخ كله، فده لازم يتغير. وطبعا زي ما احنا شايفين الدوائر العلامات دي بيبقى لها مغناطيس من جوه كده عشان تلم الرايش اللي بينزل في قلب الكارتيره تحت. هنتفرج عليها دلوقتي لما نحل مع بعض. هنحل الطبه ال 24 دي عشان ننزل الزيت بتاع الفتيس زي ما احنا شايفين دلوقتي. طبعا يكون معانا مستودع زي ده عشان نجمع فيه الزيت. طبعا احنا هنجمع الزيت هنا المستودع ده ونبص عليه في الاخر فيه رايش فيه حاجه. تمام؟ طبعا هنا احنا بنشوف الزيت بعد ما بينزل. الزيت ده طبعا لونه مغير خالص، المفروض ان هو لونه وردي فاتح، انما هو طبعا زي ما احنا شايفين هنا كده بقى لونه مغير. بنبص هنا في رايش راكز في الزيت ولا لا، يعني ايه في رايش كده. تمام؟ طبعا هو الزيت هنا في الحاله بتاعتنا متاخر شويه.
بعد ما خلصنا الزيت هنبدا ان احنا نحل الكارتيره، ونخلي بالنا احنا بنحل الكارتيره نحل المسامير كلها كده ولا كده تبقى لازقه بسيليكون. السيليكون هيبقى ماسكها، فاحنا هنحل المسامير كلها بتاعتها ونعينها في جنب كده لوحدها، وبعد كده هنروح حالين الايه الكارتيره. هنبدا دلوقتي هنحل ايه الكارتيره. احنا حلينا المسامير كلها اهو، تمام. هنيجي هنا كده بنفك عدد صغير كده وندق عليه دقه صغننه كده عشان ايه نحل السيليكون. ونخلي بالنا ان كده ولا كده الكارتيره بيبقى فيها لسه بواقي زيت. هنا زي ما احنا شايفين ده الفلتر اهو، ده قلب الفتيس من تحت، دي الكهرباء بتاعته، تمام. الفلتر بتاعه اهو، والايه والمصفى بتاعت الفلتر زي ما احنا شايفين ايه شبه مسدوده، فده هيبقى محتاج يتغير، هنغيره دلوقتي مع بعض ان شاء الله. الغلطه بقى بتاعت السيليكون اللي احنا اتكلمنا عليها في البدايه، زي ما انتم شايفين، شايف السيليكون خارج جوه ازاي؟ شايف؟ طبعا ده مصيبه، لان واحده زي دي كده تروح جاريه مع الزيت بتاع الفتيس، تروح داخله سد حاجه جوه، تسد بقى فلتر، تسد بلف، تسد مجرى زيت. شايف؟ ده طبعا غباء من الصناعي. تمام. طبعا كل ده احنا هننضفه تاني دلوقتي. اول طبعا زي ما احنا شايفين الزيت هنا في الطبه هنا اهي، ففي كميه زيت بتبقى موازيه الطبه دي، بيبقى زيت قديم وراكن هنا، فاحنا لما بنغير زيت بنغير من هنا بس، بيفضل الكميه هنا حوالي نص كيلو، ده زيت قديم بيفضل راكن على طول ما بينزلش. فطبعا الحل ان احنا بنفضي الكارتيره دي عشان ننزل شويه الزيت اللي هنا دول. دي حاجه. الحاجه الثانيه ان احنا دلوقتي هنبدا ان احنا ننضف مكان السيليكون القديم ده خالص، نطهر مكانه كده اول زي ما احنا شايفين اهوت. بعد ما اخلص باذن الله اكمل معاكم. طبعا احنا هنا خلصنا تنظيف زي ما احنا شايفين، لازم تبقى الدنيا نظيفه جدا جدا جدا، وحتى صنفره هنخشن بقى السطح ده كده عشان يمسك معانا كويس زي ما احنا شايفين. المغناطيسين دول بننضفهم ونحطهم تحت هنا. المغناطيسات دي مكانها في الكارتيره تحت، ما نحطهاش على الفلتر بتاع الفتيس عشان ما نسدش الفتيس نفسه، لان طبعا ده لو اتحط على الفلتر هيروح لاقط الوسخ كله مع بريف الفلتر ويسيبه في الكارتيره. هو مكانهم المفروض يبقى في الكارتيره تحت هنا كده، وهم لهم مكانهم هنا. تمام. هنجيب الطبه بتاعتنا هنركبها. بعد ما نقفل الكارتيره تحت بقى هنبقى نقرط على الطبه دي. هنفك دلوقتي الثلاث مسامير 10 اللي ماسكين الفلتر، وهنلاقي برضو الفلتر مكون وراه شويه زيت كمان زي ما شايفين اهو. الزيت ايه كان لسه فيه متعبي شويه في الفلتر اهوت. ده كده قلب الفتيس بقى من تحت. هنجيب حاجه زي كرباتير كلينر كده ونبدا نطهر مكاننا. تمام. لازم الشفه دي تكون ايه خالص، ونبدا ان احنا ننشف بواقي الزيت القديم هنا كده زي ما احنا شايفين كده اهو. تمام. طبعا بنتعامل معاه بشويش، يعني بلاش عنف. اهم حاجه الشفه دي تكون نظيفه جدا جدا جدا، عشان لما نقفل السيليكون بتاعنا يقفلوا على بعض يبقى المكان متطهر كويس. طبعا لو هنستخدم الكرباتير كلينر احسن نستخدم البنزين، لان البنزين بيسيب رواسب كربونيه كده بتخليه برضه ما يمسكش كويس. بعد كده ممكن تجيب معانا رشحه زيت. هنحط السيليكون بتاعنا على الشفه. طبعا هنستخدم نوع يكون نوع نظيف برضه، انا عن نفسي استخدم ابرو. وهنبدا ان احنا نحط السيليكون بتاعنا على الداير ده، على الحرف ده، ولكن جوه في النص بتاع الحرف، بحيث ان هو لما نيجي نربط ويفرد يجيب الجنبين ما يقعش جوه الفتيس ولا بره. طبعا زي ما شايفين بيبقى ايه التوزيع بالتساوي زي ما احنا شايفين كده. طبعا احنا ايه بنوزع السيليكون زي ما احنا شايفين كده بنفسنا عشان يبقى كله سمك واحد.
يعني زي ما يكون بنعمل جوان بديل بالظبط. طبعا احنا كده ايه، السيليكون معانا كله سيمتريه واحده، ارتفاع واحد، تخانه واحده، زي ما يكون عاملين جوان بالظبط. وزي ما شايفين مفيش زياده. دلوقتي لما احنا نقفله تحت مش هيخرج بقى من بره ولا من جوه زي ما كنا شايفين في الجوان القديم. هنجهز بقى المسامير بتاعتنا اللي هنقفل بيها تحت. طبعا كل المسامير دي هنيجي ونرش عليها WD-40 عشان لما نربط تربط معانا كويس وما تصديش، ولما نيجي نحل بعد كده تحل معانا كويس برضه ما تزعلناش في حاجه. طبعا اول حاجه هنربط الفلتر الجديد. الفلتر الجديد زي ما احنا شايفين قدامنا هنا اهو. لكن طبعا الدبله بتاعته موجوده وهننزل نركبه تحت مع بعض. الفلتر الجديد اهو هنركبه اهو. هنركب 3 مسامير بتوعه. تمام. برضه هنعيد التطهير على الجزء ده تاني عشان زي ما قلنا مكان الزيت ما يبقاش عامل مشكله. طبعا احنا دلوقتي على ما قفلنا الفلتر بتاعنا الكارتيره تعتبر شبه جفت، فلما هنيجي نربط مش هتسيل قوي ولا هتجري قوي زي ما كان بيحصل قبل كده. تمام. هنتاكد من مكانها ومن مكان المسامير اهو. تمام. ونبدا ان احنا نوزع المسامير بتاعتنا عليها. احنا ربطنا هنا مسمار ومش هنربطه للاخر. هنيجي هنا نروح عاملين الكروس بتاعه على طول، نروح جايبين واحد من الناحيه الثانيه عشان نظبط الكارتيره في مكانها كويس. وهكذا نبدا من الكروسات، واحد هنا واحد من هنا واحد من هنا واحد من هنا، بحيث ان احنا نبدا ان احنا نجمع الكارتيره بتاعتنا حاجه بحاجه. ولما نيجي نحرق برضه هنحرق كروسات كده بحيث ان احنا برضه التحريق بتاعنا يبقى كله مظبوط معانا. هنشوف بعد ما نخلص ان شاء الله. المهم هنبدا ان احنا نقفل لحد ما نحرق على كله ما نلاقيش لا تسييل لا جوه ولا بره. زي ما احنا شايفين كده ما شاء الله، يعني مفيش اي تسييل جوه ولا بره. السيليكون بتاعنا مظبوط، الجوان بتاعنا محكوم، كله تمام. بعد ما نخلص هنروح محرقين على الطبه بتاعت الزيت ونبدا ان احنا نفرغ من فوق. طبعا هنا هنشوف اللي هو الزيت هنا المعامل بتاعه ديكسون 3 ATF MD3. تمام. اللي هو الزيت المناسب للفتيس ال4 غيار. هنبدا بقى ان احنا نعبي الزيت بتاعنا. طبعا احنا شايفين لون الزيت اللي احنا بنعبيه الجديد باين قوي ان هو لونه احمر شفاف زي ما احنا شايفين، غير طبعا لون الزيت اللي كان نازل خالص. هنحط 3 كيلو ونص وبعد كده ندور العربيه ونسيبها تسخن ونبدا نقيس على مقاس الزيت بتاعنا. هنشوف دلوقتي. طيب احنا كده زي ما احنا شايفين حطينا تقريبا 3 كيلو ونص زيت. تمام. المقاس بتاعنا هنا احنا طبعا كنا بنعبي من مقاس الزيت. الفتايس ال4 غيار بنعبي فيها مقاس الزيت اسهل. فتايس ال6 غيار ملهاش مقاس زيت، فاحنا بنحتاج ان احنا نفك الطبه بتاعتها. بتبقى الطبه بتاعتها تحت العلبه بتاعه الهواء دي. المهم احنا هنا دلوقتي عندنا هنا مقاسين اهم، ده المقاس الكولد وده مقاس الهوت. تمام. مكتوب عليه اهوت هوت وكولد. تمام. الهوت ده بيتقاس ازاي؟ بندور على العربيه ونسيبها لما تسخن خالص ونديها له كل الغيارات بتاعتها، وبعد كده بنروح جايين على البي او على الان والعربيه دايره ونبدا ان احنا نرفع المقاس ونبص عليه. المفروض ان انت الماكسيموم بتاعك فوق الهوت، يعني على الهوت ده تحديدا، انما ما يبقاش اعلى، يعني ما يبقاش هنا. تمام. احنا دلوقتي هنحط المقاس بتاعنا، هنقفل المقاس بتاعنا اهوت ونخش ندور عربيتنا ونسيبها لحد ما توصل لدرجه الحراره الطبيعيه بتاعتها، وبعدين نديها الغيارات بتاعتها كامله وبعد كده نقيس. دلوقتي الموتور وصل لدرجه الحراره الطبيعيه بتاعته وهو تمام. هنبدا بقى نديها غياراتها. صور العجل ورا. طبعا ده كده المارشدير اهوت. تمام. هينتهت دي. تعالى كده صور. هنديها الغيارات بقى بتاعتها كامله. تمام. صور العدادات.
ندوس فرامل نديها الار تاني، ندوس فرامل نديها البي. احنا كده خلصنا تمام. هنعمل دلوقتي بس حاجتين، هننزل نبص على الكارتيره بتاعتنا من تحت ونتاكد ان مفيش حاجه جايبه زيت خالص من تحت، ونتاكد ان كل حاجه تمام. وبعد كده هننزل العربيه ونبدا نقيس مقاس الزيت. هنبص هنا على بطن العربيه عشان نتاكد ان الشغل بتاعنا تمام وان مفيش اي تسييل زيت. تمام زي ما شايفين ما شاء الله اهوت مفيش اي حاجه خالص تحت. تمام. طبعا احنا كده تقريبا خلصنا الشغل بتاعنا وشيكنا عليه وتاكدنا الكارتيره مفيش بتجيب زيت. هنبدا اخر حاجه بقى خالص هنتاكد من مقاس الزيت. مقاس الزيت زي ما احنا شفنا من الاول بننزل العربيه على ارض مستويه، العربيه بيبقى الموتور سخن داير على البي او على ال. هنبدا ناخد مقاس الزيت بتاعنا. تمام. اول حاجه هنمسح المقاس كويس قوي، بعد كده هنحط المقاس تاني، نصبر عليه كده شويه صغيرين عشان يلقط الزيت بتاعه. طبعا العربيه زي ما احنا قايلين على البي دافيه دايره، نبدا نقص على المقاس ده. طبعا زي ما احنا شايفين ان هو تقريبا على الهوت او زايد عنه شعره صغيره، وطبعا ايه بقى الزيت شفاف قوي لدرجه ان هو ما عادش باين من كتر النظافه اللي احنا نضفناها. تمام كده يبقى احنا ايه المقاس بتاعنا مظبوط. احنا حاطين 3 كيلو ونص بس. غالبا فتايس ومواتير الكيا والهيونداي مش بتاخد الكميه بتاعتها كام، يعني دايما بيبقى المواتير قلبها صغير والفتايس قلبها صغير. يعني الفتيس ده بياخد زي ما احنا شفنا في الكتالوج دلوقتي احنا بنصور في اول الحلقه بياخد 7 كيلو، فاذا النص بتاعه 3 ونص. الحاجه الثانيه المواتير برضه، المواتير بتاعت الكيا دي والمواتير بتاعت الهيونداي اللي احنا شايفينها دي، الموتور اللي في الانترا 2009 2010 ده نفس الموتور اللي في الكيا سيراتو 2010. المواتير دي برضه حتى غيار الزيت بتاعها بتاخد 3 كيلو ونص زيت بالفلتر. تمام. هي قلبها صغير. المهم ان احنا كده خلصنا مقاس الزيت تمام كل شغلنا مظبوط ما شاء الله زي الفل. اخر حاجه ان احنا طبعا هنطفي ونطلع ندور تاني ونطلع نتمشى بالعربيه، هتلاقي فيه نعومه جدا في الفتيس وهتلاقي الدنيا اتصلحت معاك كتير وهتتبسط قوي من الشغل بتاع الفتيس ده. ده الشغل الصح، ده الشغل العلمي المظبوط اللي المفروض ان احنا نشتغل بيه. طبعا انت شاير الكلام ده للناس عشان تفهمهم كلهم، لان في ناس كتير بتغلط الغلطات اللي احنا قلنا عليها في اول الحلقه دي، اللي هي زي ما قلنا كده سريعا كميه الزيت، نوعيه الزيت، درجه حراره الفتيس وهو احنا شغال، المغناطيس اللي بدل ما يتحط في الفلتر يتحط تحت في الكارتيره. تمام. تقفيل السيليكون اللي ما بقاش زايد. دي النقط اللي احنا قلنا هنذكرها في اخر الحلقه دي سريعا كده. طبعا اشوفكم على خير باذن الله الحلقه الجايه. لو عندك اي استفسارات اكتبها لنا تحت الفيديو في التعليقات وانا باذن الله هرد عليك فيه.